ازيكم يا جماعه عاملين؟ طبعا دلوقتي شفت فيلم مستر اكس لاحمد فهمي، وحابب اقول لكم عن رايي الشخصي فيه. طبعا يعني انا في الاول وفي الاخر بقول رايي الشخصي اللي هو من وجهه نظري انا، اللي هو في تجربتي الشخصيه وانا بتفرج على الفيلم، سواء او عجبني ولا لا. كل ده هنعرفه دلوقتي في الحلقه. بس قبل ما اقول لكم، قبل ما نعرف وقبل اي حاجه، اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لان الحاجات دي كلها بتساعد بجد والله يعني. فاتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، واشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، واعملوا لي فولو على تيك توك. ويلا بينا بقى نعرف ايه هو رايي يا ترى في فيلم مستر اكس. نبتدي نتكلم كده. مش هقول لكم قصه بقى وجو ده، لان الفيلم مش كده خالص. هو الموضوع كله يعني واحد بيخلي رجاله تطلق من مراتاتهم وحاجات كده يعني، اللي هو المفروض احمد فهمي في الفيلم يعني. دي القصه، وبنشوف بقى حاجات بتحصل وكده ومش عارف ايه والكلام ده كله. بصوا عموما، انا هل الفيلم حلو ولا مش حلو؟ سؤال مهم جدا. انا بالنسبه لي الفيلم لو حطيته في منافسه مثلا مع فيلم البابا، هقول هو احسن شويه من البابا. لو حطيته في منافسه مع بيت الروبي، فانا الصراحه كنت طالع من بيت الروبي مبسوط اكتر، كان عاجبني الفيلم اكتر. اختصار يا جماعه، فيلم بيت الروبي اكتر فيلم عجبني في العيد ده. يعني انا شفت 3 افلام من ضمنهم بيت الروبي، هو احسنهم بجد. مش عشان هو احسن الوحشين، لا، هو فيلم حلو بجد. لكن غير كده يعني، انا نصيحتي بجد ان لو حد عايز يخش فيلم في العيد ما يخشش فيلم، يعني يخش فيلم بيت الروبي، وانت براحتك بقى، عايز تخش اي فيلم تاني انت حر. بس انا بقول لك الفيلم اللي اضمن لك اللي انت هتبقى خارج منه مبسوط يعني. دي حاجه. الحاجه التانيه، الفيلم انا عملت حلقه كامله عنه، واتكلمت عن القصه وعن يعني اتكلمت عن الناس يعني اللي شغالين في الفيلم، الكرو كله والممثلين وكل الكلام ده. فيبقى ارجع للحلقه دي لو حابب تعرف الموضوع ده كله يعني. عموما الفيلم ايه مميزاته وايه عيوبه؟ مميزات الفيلم، نتكلم في المميزات. التمثيل حلو، الكوميديا في اوقات كتيره جابت معايا ضحك يعني، ما انكرش الموضوع ده. ضحكت في مشاهد كتيره، كان في مشاهد كتيره لذيذه وبتضحك وحلوه، اكيد ده حقيقي. لكن في مشاهد برضو كان في تقل دم، وكان في اللي هو ايه يعني، حد يقول يرمي نكته، الناس كلها تقعد ساكته على اساس مثلا انا لما اسمع النكته دي هضحك وهترمي في الارض بالضحك. انا نفسي بس نحسن نوعيه الكوميديا، لان مشكله الفيلم يعني، انا في نوعيه كوميديا معينه في الفيلم، النوعيه دي ممكن اكيد لا تصلح للعائله خالص. هي ما ضايقتنيش في حاجه، الكوميديا نفسها دي حاجه. الحاجه التانيه بخصوص الموضوع ده، الساوند تراكس اللي شغاله في الفيلم كانت لذيذه وكانت حلوه وكانت عجباني يعني. التمثيل كان اللي هو حاجه تمام يعني، ما فيهاش مشاكل. الخط الرومانسي في الفيلم حسيت ان هو كان ممكن يبقى احسن، وفي الاخر كده عملنا اللي هو ايه، عايزين نعمل بقى بلوت تويست بقى صايع. ممكن الحته دي عجبتني شويه، بس انا اوفرول كنت متوقع حاجات افضل من كده يعني. وحاجه تانية مهمه، ضيوف الشرف كانوا كتير دول، بالنسبه لي انا شايف ان هم ما كانش ليهم لازمه بجد يعني. انا شايف اللي هو ايه، انا نجم الفلاني الفلاني ظهرت في الفيلم ومش عارف ايه، ما كنتش حاسس ان احنا استغلنا ضيوف الشرف ده في الضحك مثلا في الكوميديا، بان ده فيلم كوميدي يعني، ما استغلناهمش صح خالص، باستثناء ضيف شرف واحد اللي هو اكرم حسني، عشان ده ظهر في تريلر، انا ما بحرقلكش حاجه يعني. واصلا اول ما بتخش الفيلم الكريدتس او الاسامي بتاعت الممثلين اللي بتيجي في الاول دي، التترات يعني، بتحرق كل اللي هيظهروا اصلا في الفيلم. في ضيوف ما لهمش اي لازمه ان هم يظهروا. فعموما انا الفيلم ما ضايقنيش في حاجه، عجبني، كنت خارج مبسوط. هل ده افضل فيلم مثلا ممكن تتفرج عليه حاليا؟ لو انت ما قدامكش حاجه غيره اتفرج عليه، هتخرج مبسوط مش متضايق خالص. وانا ما اقدرش اقول لك ان انا ضايقت. يمكن العيوب بتاعت الفيلم ان الكوميديا بتاعته دي المفروض يعني، الفيلم كان المفروض يبقى 18 بلس يعني، فوق 18 سنه، لان الكوميديا مش تصلح يعني، ما تصلحش العائلات خالص يعني. فدي حاجه انا حبيت اقولها وانوه عنها يعني. بس عموما انا ما اتضايقتش من الفيلم زي البعبع الصراحه. كنت خارج من الفيلم ما كنتش حاطط توقعات اصلا، وخارج من الفيلم تمام يعني، مش متضايق. ضحكت ضحكتين، اتفرجت على قصه لذيذه، في بلوت تويست في اخر الفيلم كانت الى حد ما كويسه. فيلم عادي، بس ما ناخدوش على محمل الجد واللي هو فيلم بقى والفنيات والحاجات ما ناخدش الكلام ده خالص خالص، لان لو دخلنا في النقطه دي احنا هنطلع عيوب ملهاش اخر من فيلم بتاع مستر اكس.
فانا في الاخر تقييمي لفيلم مستر اكس هو 6/10. فيلم لذيذ، بس برضو ارجع اقول بالكرو ده بالناس دي انا الصراحه كنت متوقع حاجه احسن من كده بشويتين 3 4 مثلا. يعني بدل ما كنت عايز ادي الفيلم 6 كان نفسي اديله 8. عموما ده رايي في الفيلم ووجهه نظري الشخصيه في الاول وفي الاخر. اتمنى محدش يزعل من الموضوع ده. اتمنى تقولوا لي رايكم في الفيلم لو دخلتوه طبعا، لو انتوا تخشوه قولوا لي رايكم، تدوا للفيلم كام من 10. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على الانستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج وعلى تيك توك. باي باي.